صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة. أول حاجة بقى بنبدأ بيها أي حاجة بنعملها، بنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. مش هنشتري بيتزا من بره تاني يا جماعة خالص، وهنعمل بيتزا عائلية في البيت ما شاء الله اللهم بارك، بست كوبايات دقيق بس. 6 كوبايات دي بس هنعمل بيهم بيتزا عائليه. شوفي اللهم بارك، هتجيبي البيتزا دي بكام؟ انا مش هقولك سعرها، اكيد انتوا عارفين اسعارها اكيد، يعني ما شاء الله انا مش هتكلم حقيقي والله. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، بصوا الجبنه وهي سايحه ازاي وجميله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك بجد، يعني اللهم احسن ما بين ايديا وايديكوا يا رب ما شاء الله. ما خدتش حاجه خالص، عملتها على طول، كنت انا بغسل بقى وكده بيني وبينكم. ف... فما كنتش عارفه اعمل اكل ايه، فبفتح التلاجة لقيت عندي بانيه كده، فطلعت الصدر، قلت ايه يلا ايه، وانا بغسل كده وقلبة الدنيا، هعمل بيتزا، والله لا اعمل بيتزا. مش قادره اطبخ ومش هطبخ بيني وبينكم، يعني مفيش وقت اطبخ. فرحت جايبه طلعت الصدر وطلعت اللهم صل على سيدنا محمد، وطلعت الدقيق بقى، ورحت على طول كده جري جري، جبت كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن معايا، لو ما عندكش لبن اعملي بميه عادي، وحطي معلقتين لبن بودر. حطيت هنا كوبايتين لبن دافيين، حطيت عليهم معلقه وربع خميره فوريه، حطيت عليهم معلقتين ونص سكر كبار، خلي بالكم المعلقه دي كبيره. حطيت عليهم، كسرت عليهم بضايه كمان، قلبت كويس قوي 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 لحد ما السكر والخميره دابوا مع بعض. حطيت ربع كوبايه زيت، ماشي، ربع كوبايه زيت، اديتها تقليبه كويسه قوي. وبدات هنا اعاير بقى في الدقيق واحط الدقيق عليها. انا مش هعد معاكم طبعا الكوبايات، اسفه، مش هعد معاكم كوبايات، لكن انا هقول لكم ان الكميه اللي انا اشتغلت بيها دي بالظبط خدت مني 6 كوبايات دقيق. بس انا بحط هنا الدقيق شويه بشويه زي ما اتفقنا. حطيت هنا 3 الاول، وبعدين حطيت ذره ملح، وحطيت نص معلقه بيكنج باودر، ماشي، نص معلقه بيكنج باودر وايه وذره ملح. ورحت بقلب، طبعا قلبي الاول بالمعلقه، لان البتاع ده كله هيبقى لسه فيه حليب كتير. ف... فلسه سايل قوي، يعتبر سايل. حطيت كمان كوبايه اهي، بصوا هنا انا دي كده رابع كوبايه اهي، وهحط كمان كوبايه لان انا عارفه ان المقدار، بصوا خفيفه لسه، وانا بصوا وانا بعملها بالمعلقه اهي لسه بقول لكم، بصوا خفيفه، مش هي دي. حطيت كمان كوبايه اهي، ادي كوبايه الخامسه. اللهم صل على سيدنا محمد، واقلب كده كمان. هنا بقى قلت ايه، قلت لا هعجن على كده واشوف كده الدنيا فيها ايه، هحتاج ولا مش هحتاج. هشيل بقى هنا بس العجينه كده من المعلقه، وابدا كده اعجن كده، الم الاول بايدي الحروف بتاعه الطبق. طبعا طريه معايا، لا انا محتاجه دقيق تاني، انا عارفه المقدار، بس انا ما بحطش الدقيق كله، لان انا مش عايزه العجينه تنشف معايا، وابص الاقي العجينه نفسها ناشفه. لا، حطيت نص كوبايه بقى في نص كوبايه بعد كده. بدأت هنا أعجن لحد ما هم إيه، العجينة ما شاء الله اتظبطت معايا على قد إيه، على 6 كوبايات دقيق يا جماعة، وعلى برضو على ما إيدك تاخد، وهقولك العجينة هتبقى عاملة إزاي. عجنتها هنا أهي، وهلم بقى كل اللي حواليا ده كده كده ألمه، وامسح الرخامة كده وإيه، وكل ده على فكرة بإيدي اللي ما فيهاش عجين، خلوا بالكم، لأن إيدي التانية مش هبلها يعني. وبعدين حطيت نص كوبايه تانية، عجنت العجين كويس قوي، عجنتها حوالي مثلا 7 8 دقايق، عجنتها حلو قوي لحد ما لزقت في ايدي كده. بس ما طلعتش العجين في ايدي، هي لزقت تلزيقه بسيطه، هي دي كده عجينتك تبقى زي الفل ما شاء الله. شويه زيت في قلب الطبق، وزعتهم كده على الطبق، حطيت فيهم العجين، وقلبته كده على الوشين، وغطيت عليه وسبته. تمام. هنا بقى صدر الفرخه اللي قلت لكم عليه، كنت حطيت طلعته فك، وبعد كده جبت بقى القطاعه، وهبدا هنا اقطعه ايه، اقطعه اللهم صل على سيدنا محمد، اقطعه كده ايه، قطع، يعني قطع كده ايه صغيره. عايزه تقطعيه شرايح قطعيه، بس هي لما جت في ايدي كده رحت مقطعاه كده، قلت خلاص ايه ما فرقتش يعني مش مهم. بقى قطعت كده يا دوب الجزء قطعته نصين، وبدات اقطع فيه كده شرايح، كده شرايح، الشرايح دي مش رفيعه خلوا بالكم. وبدات اقطع فيه قطع ايه، قطع زي ما انتم كده شايفينها كده. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هغسله بقى كويس بميه وخل واصفيه، ماشي. وهنا جبت بقى الطاسه، حطيت فيها شويه زيت صغيرين سخنوا قوي، نزلت بالفراخ عليها، اديتها الصدمه وما قلبتهاش على طول، خلوا بالكم سبتها تاخد كده الصدمه عشان ما تنزليش ميه. ورحت بعد ما خدت الصدمه قلبتها تقليبه كده تاني،
وبعدين انا ما كانش بيني وبينكم يعني مش هكدب عليكم، ما كانش عندي بصل بودر، فرحت جايبه بصله بقى. انا هنا هحطها على البيتزا، فمش عايزه اعملها شاورما، مش هحط بقى بصل وفلفل والكلام ده كله، لا انا عايزه اعملها كده ساده من غير اي حاجه. بس كنت عايزه احط بصل بودر، ما انا ما عنديش بصل بودر، فجبت بصلايه صغيره رحت مقطعاها عليه كده، وايه يعني رفيع كده، وايه ورحت بدات اقلبها بيها كده، اقلبها بيها. حطيت البهارات هنا، حطيت فلفل اسمر، حطيت 7 بهارات، حطيت كمان قرفه، حطيت حبهان على ورق لورا، حاجه بسيطه قوي، حطيت كاري، وبعدين حطيت ملح. انت بقى البهارات اللي انت حباها حطيها، بس هي البهارات دي بتخلي طعم طعم الفراخ حلو قوي على فكره يعني، او الشاورما او كده. هنا بقى كنت رحت وجيت وخلصت ونشرت وعملت وكل ده الحمد لله رب العالمين، وبعدين جيت قعدت بقى، رحت مغيره وايه، ولقيت العجينه ما شاء الله قبت بقى معايا. فبيني وبينكم كنت هعمل 4 صواني، الصينيه مثلا هنا هتاخد الصينيه مقاس مثلا 24 26، فاهمني؟ يعني الكميه اللي احنا عاملينها دي تعمل معاكي 4 صواني حلوين قوي، 24 26 تحفه. بس رجعت قلت لا، انا بيني ايه، هعمل بيني وبينكم صينيتين ايه عائليتين كده كبار، وكمان ايه اتبقى كمان حته عجينه عملت بينهم صوانيه صغيره، من غير اي حاجه، من غير حاجه خالص يعني. المهم رشيت رشه دقيق الرخامه، رشه بسيطه قوي، اوعي تكتري دقيق يعني. بصوا شايفين انا بقى انا بعمل ايه، اللي هو يعني ببدر بس كده حاجه بسيطه. وبدات هنا وما شاء الله، لان العجينه حلوه ما شاء الله معانا، اللهم بارك، ومرتاحه، وكمان معجونه كويس ومخدومه كويس، فما شاء الله زي الفل معانا، اللهم بارك ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اهي فردتها كده كويس قوي، وجبت الصينيه، طبعا اللي عندها الصواني دي عارفه ان الصواني دي الكبيره، اللهم بارك. دي كمان الصينيه مثلا اللي بعد يعني ايه الكبيره، لا دي اللي بعدها. بدأت هنا اعمل الحركة دي لان انا عايزة طروف الطرف بتاع البيتزا يبقى تخين، مش عايزة طرف البيتزا يبقى رفيع يعني. وانتي بتفردي البيتزا تطلعي من بره لجوه، من جوه قصدي لبره، عشان الطرف نفسه يبقى مليان معاكي، ما يبقاش رفيع والبيتزا ما تبقاش حلوة. بصوا بدأت هنا، بصوا بايدي بعملها ازاي. جبت بقى الشوكة هنا وبدأت كده اخرمها كده او اشوكها كده. ليه بقى الطريقه دي؟ ودي مهمه جدا جدا في اي بيتزا تعمليها، عشان ما يقبش معاكي العجين، ما يقبش معاكي، ويبقى عامل زي الفطير كده، يقب كده ومش هيبقى ليه اي طعم، وتلاقي بقى كل حاجه بقى مش مظبوطه عليه. لكن ده بيمنعه ان هو ايه يقب معاكي، او الهواء ايه ينفخه يعني. المهم ايه، هنا بقى الصلصه دي انا حطاها في الفريزر برضو بشتغل بيها. الصلصه دي عباره عن ايه؟ عباره عن صلصه طماطم فريش ضرباها ومصفياها، وحط عليها توم فريش، حط عليها زعتر، حط عليها زيت، حط عليها ملح، حط عليها سنه صغيره قوي فلفل اسمر، واديتها وخليتها تغلي 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 لحد ما ايه اتسبكت كده بنفس الطريقه، بقت ريحتها وطعمها تحفه. دي بقى بتاعت البيتزا، صلصة البيتزا، واسهل حاجة تعمليها، ولا تحمري بصل ولا تسلقي بصل ولا الكلام ده كله، دي اسهل حاجة واطعم حاجة بصراحة، ما اكدبش عليكم، لان جربت طرق قبل كده، دي احلى حاجة فيهم. هنا طبعا جايبة فلفل بقى اخضر بقى، قطعته بقى شرايح هنا، وبدأت ايه اوزع كده ايه يعني، عارفه ظباطي بقى يعني، عارفه ايه كانك بالظبط جايبها من بره واحلى من اللي من بره. طبعا هنا وانا شغاله ولعت الفرن. الفرن هنا بيبقى عالي على فكرة، على 190 200 درجة، لأن البيتزا لو ما دخلتش على نار حامية تهبط معاكي، وتبقى بالظبط هي والصينية واحد. جبت هنا طماطم مقطعاها قطع صغيره كده، عايزه بقى تقطعيها انت شرايح مدوره تمام، عايزه تقطعيها نص مثلا شريحه مثلا، ما فيش مشكله اللي يريحك، بس انا حسيت ان هي شكلها احلى وهي متقطعه كده ايه قطع صغيره كده. هوزع هنا بقى شويه ايه زيتون كده بسيط عليها. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، هجيب بقى هنا بقول لكم الجبنه دي بقى كنت انا جايباها، دي مش انا جايباها كده، لا ده انا كنت طلعتها، عندي جبنه تانية بس هي دي كانت باقيه اللي في الكيس، فلما طلعتها ودخلتها بيني وبينكم راحت ايه ساحت كده، وراحت ماسكه في نفسها. فانا قلت ايه مش هقعد ابشر فيها وهي مجمده، والله لا ايه لاقطعها بنفس الطريقه. ماشي. واللهم صل على سيدنا محمد. انا قلت اقول لكم يعني الموضوع ده. المهم جبت بقى هنا الفراخ، بدأت أوزع الفراخ على البيتزا، وواحده واحده كده يعني ايه. وطبعا احنا احنا مش بنعد يا جماعه، احنا مش هنجيب حاجه من بره، احنا بنعمل حاجه في بيتنا لعيالنا. البيتزا بقى هنا مش شرط فراخ، ممكن تعمليها ببسطرمه، تعمليها بلحمه مفرومه، تعمليها بجبن، تعمليها بجمبري، تعمليها بسي فود، تعمليها بصي بسبيت، تعمليها باي حاجه تخطر على بالك البيتزا بتتعمل بيها حقيقي يعني.
ما شاء الله، وبتبقى تحفه اللهم بارك. هنا بقى جبت بقى زي ما قلت لكم، بدات هنا جبت السكينه، بدات اقطع كده شرايح كده البيتزا اهي، وارصها زي ما انتم كده شايفين كده. طبعا الكيس بقى اللي هو الكيس اللي عندي التاني، لا هو عباره عن هو معمول يعني، هو ايه، اسمه ايه، مبشور يعني، هو مش قطعه واحده زي دي كده، لا ده هو مبشور. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قطعتها كده زي ما انتم شايفين اهو. وبعدين بدأت بقى ايه، هحط كمان ايه كام واحدة زيتون كده عليها، تديها منظر، عارفه لما تسيح كده وتبقى هي عليها كده تديها منظر. المهم يا جماعه، خلصت الصينيه دي، ما شاء الله اللهم بارك. هعمل بقى الصينيه التانية، ايه، جمعت بقى حتتين العجين على بعض، ورحت قلت هعمل بقى الصينيه التانية تبقى ايه، يبقوا اتنين عائلي وواحده صغيره. هعمل واحده صغيره كده بس ما صورتهاش، دي اللي عملتها دي من غير بصلصه بس وفراخ وجبنه، عشان ايه اللي كان عايز يعني، اللي هياكل ما كانش عايز ايه ياكل ايه، مش بيحب الطماطم والفلفل والزيتون والحاجات دي. فيا دوب عملتها بايه، عملتها زي كده وعملت دي، بس يا دوب اديتها كده، عملتها بالصلصه بتاعتها، حطيت عليها الفراخ، حطيت عليها الجبنه بس، وحطيتها في الفرن. هنا نفس الحكايه عملتها، دخلت بقى نفس ما عملت هنا، عملت مثلا نفس ما عملت الصينيه الاولانيه، عملت هي الصينيه الثانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. دخلت الصينيه طبعا على درجه حراره 200، قعدت معايا 15 دقيقه. وطبعا تابعيها، خلي بالك اوعي تسيبيها، تبصي كده عليها الحروف احمرت، ترفعي كده الحرف بقلب بمعلقه كده، ترفعي اسمها ايه، لا اله الا الله، ترفعي الفطيره او ترفعي البيتزا كده بقلب بالمعلقه كده، طرف المعلقه. ولو لقيت طبعا اللي هو الارضيه بتاعتها احمرت خلاص، هي كده استوت معاكي زي الفل. ممكن تولعي عليها الشوايه او مش هتحتاج. انا ما شاء الله ما ولعتش عليها الشوايه، طالعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله المنظر، طبعا شفتوه تحفه اللهم بارك. قولوا لي بقى دي لو من بره تجيبوها بكام؟ ما شاء الله. وحاجه في البيت ونظيفه وجميله واحنا عاملينها، وما شاء الله اللهم بارك. طبعا مش محتاجه بقى اقول لك ان لو القناه عجبتك اعملي اشتراك فيها وتنوريني طبعا فيها يا قلبي. وفعلي زر الجرس على الكل عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. واللايك بيرفع الفيديو، فارفعي معايا الفيديو بلايك يا قمر. وما شاء الله قولوا لي ايه كده رايكم، ونعمل كل حاجه باذن الله مع بعض في البيت. باذن الله باذن الله مش هنجيب حاجه من بره واحنا مش عارفين الغش اللي شغال بره ده شغال شكله ايه. هعمل معاكم البيتزا تاني باذن الله بالجبنه بقى الاقتصاديه، او ببديل الجبنه بديل الجبنه دي هنعملها مع بعض برضو، للي مثلا مش عارف، مش مثلا موضوع الجبنه مثلا مشكله عنده، لا هنعملها ببديل الجبنه، حلوه قوي قوي قوي. باذن الله عز وجل ان شاء الله. يا رب اشوفكم على خير يا رب، وسعاده وسلامه، ومع السلامه، وباي باي.